هتتعب نفسيا كتير وهتنهار كتير قوي لو انت بتستمد قيمتك من الحاجات اللي انت بتمتلكها، زي الفلوس، الشهرة، اللبس، العربية، الشغل، احتياج الناس ليك. عارف ليه؟ لان الحاجات اللي بتمتلكها دي ممكن تروح في لحظة، ممكن تزيد او تنقص، او ممكن الناس تقدرها وناس تانية ما تقدرهاش، وممكن ناس تستغلك ويستغنوا عنك في لحظة. فانت هيفضل مزاجك يتقلب دايما، وهتفضل معرض للأذى النفسي طول ما انت رابط قيمتك بالحاجات اللي انت بتمتلكها. لكن علشان ترتاح وتهدى فلازم تربط قيمتك بثلاث حاجات. اول حاجة ثقتك بنفسك وشخصيتك وافكارك وقدراتك، وانك تشتغل دايما على نفسك وتطور منها وانجازاتك البسيطة اللي بتحققها من وقت للتاني. تاني حاجة ارضاء ربنا، وتنشغل بميزان حسناتك ازاي تزوده، ورصيدك من العبادات، وتنشغل بانك ازاي ربنا يكون راضي عنك وتستعد للقائه والوقوف بين يديه. تالت حاجة تساعد الناس وتخدمهم وتكون شفاء ورحمة ليهم بقدر الامكان، واهم حاجة ما تكونش مستني مقابل.